أهلا بيكم. واحدة من صديقاتي على الصفحة هنا بعتت لي في الإنبوكس، قالت لي: غدا من فضلك أنا عندي مشكلة، حابة إن انتي تعرضيها على أصدقائك، طبعا من غير أسماء، وتشوفي رأيهم فيها إيه. يمكن حد من أصدقائك يقترح عليا، يشور عليا برأي أنا ما خطرليش يحل لي مشكلتي. مشكلتها باختصار هي تزوجت وخلفت 3 صبيان، والولاد ال3 كانوا في الابتدائي، وزوجها توفاه الله. بعد 4 سنين من وفاته اتقدم لها شخص مناسب لطيف، ارتاحت له، ارتاح لها، لكن كانت خايفة تاخد قرار انها توافق على الجواز. باباها ومامتها واخواتها قالوا لها: اتجوزي، انتي لسه صغيرة والحمل كبير والطريق لسه طويل، مش هتقدري ابدا انك تواصلي لوحدك، او مش هتقدري، في ناس كتيرة بتقدر، بس ليه؟ اذا كان ربنا باعت لك راجل محترم، راجل مهذب وعارف ظروفك ومرتاحين لبعض، ليه لا؟ قالت لهم: انا خايفة ان الولاد ما يتقبلوش، انا خايفة اجيب لهم زوج يعيش معاهم يتضايقوا، يكونوا مضطرين لحياة هم مش عايزين يعيشوها، فانا مش عايزة اعمل كده، وفي نفس الوقت مش عايزة اخسر هذا الشخص اللي انا ارتحت له، يمكن ما يجيش تاني في الحياة. فباباها ومامتها واخواتها اتفقوا على رأي، قالوا لها: اتجوزيه من غير ما تقولي لهم، وطبعا ما يجيش عندك البيت، هو الراجل كان عنده بيته، فتقدري تروحي له في الاوقات اللي انت تقدري تتفرغي فيها من ولادك، والحياة هتمشي. وبالفعل عملت كده، اتجوزت وشاركها تربية اولادها من بعيد من غير ما يظهر في الصورة خالص، هو متفاهم جدا لظروفها. كبروا ال3 ولاد او ال3 شباب بقى، وال3 اتجوزوا، واحد اخد مراته وسافر يشتغل في بلد عربي، و2 موجودين في اسكندرية، ووالدها ووالدتها توفاهم الله. فاخواتها قالوا لها: طب انت دلوقتي خلاص ال3 ولاد سابوكي ومشيوا، ايه الداعي ان انت تفضلي قاعده في البيت لوحدك؟ ما تعلني جوازك ليهم بقى بعد 16 سنه من الجواز. يعني هما فضلوا 16 سنه متجوزين والولاد ما يعرفوش حاجه. فاخواتها شاروا عليها، قالوا لها: اعلني جوازك دلوقتي عشان تعيشي معايا، خلاص الولاد كل واحد في بيته وانت هتبقي لوحدك وخلاص. قالت لهم: انا خايفه اقول لهم يبقى لهم رد فعل يعني مش حلو. قالوا لهم: هو انت مش هينفع، يعني ربنا ستر وما تعرفتش الحكايه لمده 16 سنه، ماذا لو عرفوا بقى ان انت مثلا في واحد في حياتك او كده، هيبقى ايه المنظر؟ لازم يعرف. وبعدين انت ما بتعمليش حاجه غلط، انت ما بتعمليش حاجه غلط. فقررت انها تقول له، فبلغته، قالت لهم: يا جماعه، انا من 16 سنه متجوزه، بس ما حبيتش اقول لكم علشان ما تتضايقوش، او عشان ده ما يأثرش عليكم بأي شكل من الاشكال، واعتقد ان انا اديت دوري معاكم تماما لغاية لما انتوا كل واحد راح لبيته. وهو شاركني، شال معايا الحمل التقيل ده، وشاركني معنويا، وشاركني ماديا، وساعدني كتير. فانا دلوقتي بعلن لكم الموضوع علشان بقى يبقى الجوازة شكلها مظبوط، وانتوا عارفين تتعرفوا عليه ويتعرف عليكم، وعارفكم طبعا من الحكاوي ومن كل حاجة، لكن ما يعرفكوش شخصيا ولا انتوا تعرفوه شخصيا. فده الأوان، الأوان انكم تعرفوه، وانكم بقى نتعايش كلنا كأسرة. ال3 عملوا رد فعل غريب جدا. رد فعلهم ان هم قالوا لها: لا لا لا، لو انت استمريتي زوجة له، احنا مش عايزين نعرفك خالص، روحي بقى عيشي معاه وانسي ان عندك 3 اولاد. قالت لهم: ليه؟ هو كان اثر عليكم سلبا في ايه؟ ما هو بقاله 16 سنه معايا، انا مش لسه هتجوزه، انا مش بعرض عليكم اتجوزه ولا لا، انا متجوزاه بقالي 16 سنه، وده ما اثرش عليكم في حاجه، واذا كان اثر فهو اثر تاثير ايجابي، ان انا عرفت اربيكم ومعايا حد بيدعمني نفسيا، بيدعمني معنويا، بيدعمني ماديا. انا ده اثرت في حقكم في ايه؟ ثم ان انا كل يوم جمعه هاجي افتح بيت بابا، انا مش هقعد في البيت بتاعكم، انا هقعد معاه في بيته. كل يوم جمعه هاجي افتح البيت ونقعد كلنا مع بعض، نتغدى وتخلفوا ونشوف ولادكم ونعيش اسره عاديه بقى. ابدا مش راضيين. فهي بعد بتقول لي: انا بين نارين، انا بحب جوزي وممتنه له جدا،
وهو بيحبني وما عندناش اي مشاكل ومتوافقين جدا، ومش عايزة ان انا انفصل عنه عشان الولاد يرتاحوا او ما يقطعونيش، وفي نفس الوقت مش عايزة اخسر ولادي وهم مش عايزين يقبلوا الموضوع. فقالت لي من فضلك اعرضي المشكلة دي على اصدقائك وشوفي رأيهم هيكون ايه، يمكن حد فيهم يقول لي رأي ما خطرليش. ايه رأيكم اقول لها ايه؟